النهارده حابب اتكلم مع حضراتكم عن التكميم المثالي او البيرفكت سليم. خطوات مهمه بتتعمل اثناء اجراء جراحه التكميم المعده عشان نوصل لنتيجه امنه وبدون مضاعفات بعد العمليه. ونيجي لاول خطوه اثناء جراحه التكميم المعده، ان احنا بنستكشف الحجاب الحاجز والمريء. في حال وجود فتق في الحجاب الحاجز مهم جدا اصلاح الفتق عشان المريض ما يحصلوش ارتجاع في المريء بعد العمليه. رقم 2 و3 مهم جدا واحنا بنقص المعده نبعد سنتي عن الوصله ما بين المعده والمريء عشان ما يحصلش تسريب بعد العمليه. مهم جدا بعد اجراء تدبيس المعده وقص المعده ان احنا يتم تغليف خط الدبابيس عشان ما يحصلش تسريب او نزيف بعد العمليه. رقم 5 مهم جدا ان ما يحصلش ضيق او التواء في المعده عشان المريض ما يحصلش قيء او ترجيع مستمر بعد العمليه. مهم جدا نحافظ على مخرج المعده ما يكونش فيه ضيق او التواء عشان ما يبقاش فيه حموضه او ترجيع بعد العمليه. اخر خطوه مهمه واحنا بندبس وبنقص المعده، مهم ان احنا نبعد 6 سم او 4 سم حسب وزن المريض عن مخرج المعده عشان ما يحصلش التواء في المعده او يحصل مشكله في مخرج المعده، لانها عضله بتنقبض وقت وجود الاكل او الشرب داخل المعده. لو قربنا منها ممكن يحصل مشكله وارتجاع مراري من الاثنى عشر. هي خطوات بسيطه ولكن مهم جدا نتبعها داخل غرفة العمليات وأثناء إجراء الجراحة عشان ما يحصلناش مشاكل بعد العملية، نوصل لوزن مثالي وجودة حياتنا بعد العملية تكون أفضل وبدون أي مشاكل بعد الجراحة.